بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. حكايتنا النهارده مع القديسه الحلوه القديسه برباره. هي وهي صغيره كان ابوها بيخاف عليها جدا، وكان هو ماسك منصب كبير في الولايه، وكان صاحب اموال كتير، لكنه كان وثني. ولانه مش مع القديسه بربره طول الوقت، بنالها برج كبير جنب القصر وخلاها تعيش فيه، وجاب لها أساتذة من كل العلوم والفلاسفة عشان يعلموها. وكان من دهم مدرس مسيحي كان دايما بيلقنها العلوم والمعارف. وكانت هي دايما كتيرة الأسئلة إن الكون ده ربنا خلقه بشمس وقمر والفصول الأربعة والطيور والحيوانات، أكيد في حد مسؤول عن كل ده. ففعلا قال لها المسؤول عن كده ربنا يسوع اللي جه وتعذب عشاننا، وقعد يحكي لها عن المسيح يسوع وكل ما هو مر بيه، وهو صاحب كل الكون ده، وان هو الاله الوحيد. ففعلا قلبها اتفتح للايمان وبقت مؤمنة جدا لدرجة انها اشتهت انها تتعمد، وفعلا اتعمدت. وجي ابوها من رحلاته وكان بيفوت عليها وفجأة تقدم لها واحد من المملكة، وكان برضو منصبه كبير، وطلبها للجواز، لكن هي رفضت وقالت ان هي دخلت في الايمان وهتبقى عروس المسيح ومش محتاجة الا غيره اللي هو المسيح يسوع بس. لكن استغرب من التعليم بتاعتها دي وحاول يثنيها عن اللي هي فيه، لكن قالت له لا، انا خلاص بقيت مؤمنة بالمسيح يسوع. ووعدها بالتعذيب والآلام اللي هتشوفها، لكن هي إيمانها كان قوي جدا قدام أبوها الوثني ده. وفعلا كملت الإيمان وابتدى أبوها يتوعد لها بالعذاب، وحتى الوالي بتاع المدينة نفس الحكاية، وخدوها فعلا لساحات التعذيب وابتدوا يعذبوها بآلات صعبة جدا. حتى ان صاحبتها يوليانا لما شافتها بتتعذب والمسيح دايما بيشفيها من جراحاتها، امنت هي كمان ودخلت في الإيمان، واتعذبوا هما الاتنين سوا واستشهدوا على اسم الرب يسوع. والمجد لله دائما أبديا أمين، وبركة القديسة بربارة تكون معنا أمين. وما تنسوش تشتركوا معايا في قناة نور القديسين يفرح ربنا، يفرح قلبكم بكل غالي يا رب، امين.